أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مدارات الكتب، والتي تستضيف فيها الزميلة منى العايدي الكاتبة حنان أبو الضياء لتحدثنا عن كتابها الجديد العالم السري للمشاهير. كتاب العالم السري للمشاهير محاولة جادة لإعادة النظر في الحكايات المثيرة اللي تخص المشاهير وإعادة تقييم لها، فدائما ما تكون الآراء أكثر وحشية ومتحيزة ضدهم. والكتاب بيتضمن حكايات كتيرة جدا عن هؤلاء المشاهير، فعندما يتعلق الأمر بالشهرة واهتمام الجمهور فإن العديد من المشاهير بينظرون إليها على إنها عبء، إنهم يتخذون خطوات استباقية لحماية خصوصياتهم وبيكونوا أكثر حذراً بشأن ذواتهم الحقيقية. مثلاً جريتا جاربو كانت في أذهان الناس وقلوبهم وأحلامهم ساحرة بشكل مذهل، ومعروفة بأنها غامضة، وتمكنت خلال 16 سنة من التسلل إلى العقل الباطن للجمهور في العالم. ونهاية مسيرتها السينمائية عندما كانت في 36 من عمرها كانت غريبة جدا. ظهرت جريتا جاربو في 24 فيلم من أفلام هوليود، ومع ذلك فإن تأثيرها على العالم بيفوق ذلك بكثير، وهذا الحضور الفائق الذي يوصف على إن اللي كانت بتمتلكه لم ينافسها فيه سوى مارلين مونرو. كان بينظر إليها على إنها ظاهرة فريدة من نوعها، ولكنها في الواقع كانت ست فلاحة سويدية غير متعلمة ساذجة ودائما في حالة حذر. وعندما وصلت إلى هوليود في سنها 19 سنة بالكاد كانت بتقدر تتكلم كلمة أو كلمتين من اللغة الإنجليزية، وكانت غير مستعدة تماما للدعاية الشرسة اللي سرعان ما التزمت بها بين عشية وضحاها. جريتا جاربو قيل عنها إنها متشددة بلا روح الدعابة وغير اجتماعية، ولكن الأشخاص اللي بيعرفوها كويس بيرجعوا ده لطفولتها، بيتحدثوا عن مقدار المتعة التي يمكن أن تكون عليها وكيف أحبت النكات، وزي هي كانت شخصية جواها شخصية غير الشخصية اللي بتظهر على الشاشة دائما، وعكس ما الناس كلهم متوقعين. مثلا جون جيلبرت عاشق جريتا جاربو معروف مثلا بأنه مثل الجنسية، متهور مزاجي مجنون، وفي نفس الوقت رفيق متقلب وكريم ومرح. كان أيضا ليه ميول رومانسية مبالغة على الشاشة وخارجها، ولكن لما قابل جريتا جاربو كانت متزوجة قبليه مرتين ومطلقة، فوجئت بهذه الشخصية الغريبة اللي هي عرفتها. لو دخلنا العالم فيلسوف الإبداع السينمائي الباتشينو بنجد أن آراءه وكلماته فكما يقول بعض الناس تركوا في نفسي تجربة علمتني كيف أتجنب أمثالهم في المستقبل، وبيقول وأنا بخير لأنني توقفت عن منح الفرص لمن لا يستحق، لأنني كبرت على فكرة العيش في محاولة إرضاء الجميع ولم أعد أهتم لما يقوله الكثير عني. من لأكثر من ربع قرن تحدث الباتشينو بحرية وعمق مع صحفي مشهور هو لورانس جيروبل، وعمل معاه كتاب الباتشينو، وقدم تركيبة غنية جدا عن طفولته والتمثيل والأبوة، والنتيجة كانت نظرة حميمية وكاشفة لأحد أكثر الفنانين تميزا وخصوصية في العالم. الكتاب بيشير لمذكرات المشي مع الأسباح Walking with the Ghost، مذكرات جابريل بيرن النجم الحائز على عدة جوائز والمشارك في أكثر من 80 فيلم، واللي بيشاركنا في تجربته الحياتية المفعمة بالتجارب من خلال مذكراته المشي مع الأسباح، اللي بتعد بمثابة صورة رائعة لطفولة أيرلندية ورحلة مميزة إلى نجاح هوليود، وتجربة جديرة بأن تريح قلوبنا المتعبة بمنظومة شعرية ومؤثرة جدا عن حياة هذا الفنان من خلال طفل صغير نشأ في ضواحي دبلن وسعى إلى أخذنا إلى ملجأ في عالم من الخيال والحقول القريبة من بيته، وبيوصف لنا كل حياته من أيام ما كان صغير والحاجات الغريبة اللي مر بيها والشخصيات غريبة الأطوار اللي مرت
في حياته. الفيلم حقيقي الكتاب مهم جدا بتاع جيبريل بيرن، ومذكراته مهمة وبتقدم، واحنا بنقدمها في الكتاب هتفاجئ بشخصية مختلفة جدا. وبرضه في الكتاب مين هيصدق ان قطة هوليود ذات العيون البنفسجية اللي اصبحت اسيرة حب نجم النجوم مونتجومري كليفت، وللأسف انها اكتشفت انه مثلي الجنس. وقصة الحب المستحيل بين الاتنين ده، يمكن الكتاب ركز قوي على القصة دي من خلال كتاب إليزابيث ومونتو، القصة غير المروية عن صداقتهم الحميمة. والفيلم الكتاب بيقول بإن قد إيه هي عاشت مأساة لما اكتشفت بعد ما حبته حب كبير جدا، وبعدين اكتشفت إن هو مثلي الجنسية. وإزاي لما التقت إليزابيث تيلر أمام مونتجومري كيفت في مكان وكانت كل الناس معتبراه معبود النساء وساحر وجميل، وبعد كده اكتشفت الشخصية الحقيقية، لكن ظلت صداقتهم مع بعض مستمرة بشكل كبير. الكتاب برضو بيتكلم عن العلاقة اللي جمعت بين نجمي الشاشة كاثرين هيبورن وسبنسر تريس على مدى 3 عقود و9 أفلام، بما في ذلك فيلم امرأة العام وخمن من سيأتي العشاء. لكن تواجدهم كان خارج الشاشة ظل غير معترف به علنا طول حياته تريس، حيث احتفظ الحبيبين بمساكن منفصلة ولم يتزوجا أبدا، لأن تريس كان متزوج. هيبرتون بتكتب في سيرتها أنا قصة حياتها، يعني أنا قصة حياتي لقد كان شعورا فريدا كان ينتابني تجاه تريس، أحببته وكنت سأفعل كل شيء من أجله، لكن للأسف أن العلاقة بينهم فضلت على هذه الوتيرة، ولم تخرج من أن هي علاقة خارج الإطار الشرعي، لأن هو كان مصر أن هو لا يطلق زوجته، وفضلت العلاقة مستمرة للآخر، لأنه كان كاثوليكي صارم، ولم يكن الطلاق ولن يكون أبدا خيارا لتريس الذي ظل متزوجا من زوجته طوال حياته. وانتهى الانفصال المبكر بالمصالحة، ولكن تريس استمر في العيش معظم حياته في الفنادق والمساكن المستأجرة بعيدا عن زوجته وعائلته. لم يعترف تريس أبدا عن مشاعره تجاه هيبرون أبدا بشكل علني، وده كان جرحها بشكل غير عادي. الكتاب بيشير إلى قيام ماثيو ماكونهي بكتابة مذكراته، اللي رغم أنه هو ما بيتجاوز الآن مثلا 52-53 سنة، إلا أنه قام بتجربة إنسانية مفعمة بالتفاؤل والتجارب الحياتية هتستفيد منها كل من يقرأ الكتاب بتاعه اللي هو جرين لايت أو الضوء الأخضر. وإحنا في الكتاب اللي ما بين إيديكم أو اللي بنقدمه بنتكلم عن الكتاب الجرين الأخضر اللي بدأت فكرة كتابة المذكرات لما كان ماكونهي بيرغب بشدة في الاختفاء والذهاب إلى أي مكان يمكنه فقط سماع نفسه، يفكر في كل حاجة مرت في حياته، وشاف ده من خلال حلم غريب، رأى نفسه عاريا على ظهره عائما على نهر الأمازون، وفي قبائل أفريقية مصطفى حواليه، وابتدى يفكر إن هو ينزل ويسافر إلى هناك، وقعد عاش لمدة 52 يوم بلا كهرباء ليكتب هذه المذكرات المهمة جدا عن حياته، واللي بيكشف فيها حاجات كتير جدا بداية من طفولته وإلى الآن. الكتاب بيكشف برضه عن جودي فيستر اللي كشفت عن نفسها الحقيقية للعالم بمرور الوقت عمدا وتدريجيا، وبقى أظهرت ازاي ان جودي فيستر إنها سحقية، وجيلينا جولي اللي كان الحب بالنسبة ليها عبارة عن قوارير الدم المعلقة في عنقها واللعب بالسكين وتقبيلها شقيقها بشهوة، وعلاقات جنسية ومثالية غريبة جدا. يعني هتفاجئوا بشخصية جيليانا جولي في الكتاب. وتوم كروز وانتماءاته لقائمة السيناتولوجيا اللي بتجبره على ان هو يتزوج على فترات معينة، وان هو بعد فترة معينة بيسيب هذه الزوجة، وازاي هم بيختاروا له هذه الزوجة. بيبين تفاصيل كتيرة جدا برضو عن ديفيد نيفن بطل هوليود الفاتن المثير المسلي والسخيف جنسيا، واللي كان صاحب اللي اشترك في الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، وقابل وينستون تشارلز
وينستون تشارلز أنا آسفة. وبرضه الكتاب بيتكلم عن النجمة جينيفر إنستون اللي بنطلق عليها هنا الجين المسكينة بعد انفصالها عن جوزها، والمشاكل اللي مرت بيها وحياتها والأزمات اللي مرت بيها كتير جدا، لكن هي ازاي قدرت تعدي دوت وتقرر انها تغير حياتها من جديد.